السلام عليكم. أول بداية كل فيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ أخباركم؟ اليوم حسوي لكم تبن باقلة قدمته ويا الدجاج. طبعا دجاج مشوي جاهز ما سويت، لأن يعني اكو ما يحبوا التبن باقلة إلا ويا الدجاج. فهسه بديت رأسا حبايبي مثل ما تشوفون. الفيديو عندي قصير وسريع. حطيت بصل مثروم حمسته ويا باقة شبنت أو حزمة شبنت، والباقلة عندي مفلسة ومغسولة وحمستهن كلتهن مثل ما تشوفون. حبايبي لا تنسوني بالشير واللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد مني. وهاي الأكلة كلش طيبة وأحبها أحبها أحبها قد ما تصورون أنا أحبها. هنا غطيته شوية خليته شلون يستوي على نار هادئة عم تستوي عندي الباقلة. زين حبايبي، وحمسته شوية حركته. طبعا التمن عندي جاهز، مغسول ومنقوع، ورا ما ساعة تقريبا صفيته من المي وهسه ضفته على الباقلة مثل ما تشوفون. طبعا الكمية حسب العائلة، أنا استعمل كوبين وشوية تمن، وهاي تقريبا نص كيلو مفلسة، نص كيلو مفلسة مو هي نص كيلو. زين عيني. وهنا أنا خليت ملح، وأحب أنا شوية أحط وياها فلفل أسود، وانتو براحتكم. أكو يخلون همين وياها شوية كركم تعطي صفار. هنا أحرك ويا الملح، عمود الملح يتوزع على الكل. وشون أحركه تنفتح عندي حباية الرز. وهنا أحبابي محضرة عندي ماي فاير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أضيفه فوق التمن. طبعا أحسن التمن ينضاف له مي حار أحسن من البارد. راح أحرك بهالشكل هذا وأغطيه إلى أن يستوي عندي بالشكل هذا. وهنا أنا حبايبي ضفت تقريبا نص باقة شبنت مغسولة ومثرومة، طبعا ما محموسة مثل تشوفوها بعدها فريش، راح تعطي طعم مميز للطبخة. وهنا حبايبي قدمته بهالشكل تشوفون شلون حكاكة طالعة. قدمته ويا اللبن والدجاج المشوي، طبعا هم رادوه، أنا أحب أكله بوحدة ويا اللبن. وهاي الطرشي والزلاطة. وهاي نهاية الفيديو حبايبي. شوفوا شلون سريع وهمين لو تذوقوه لذيذ. ان شاء الله الفيديو عجبكم، لا تنسوني بالشير واللايك وتفعيل الجرس. مع السلامة.